بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع الفيديو هو غنتكلموا على واحد الأغنية غنى ديال عادل المذكوري. العنوان ديالها حبيبتي ملهوفة تبغي البوفة، وكيقول عيطوا لي البزناز زوجي لي البوفة. حبيبتي ملهوفة تبغي البوفة. مع احترامتي للفنان عادل المذكوري، فايت لي سمعت له في واحد السجواب مع واحد القناة بلا ما نذكروا سميتها. قالت له شنو سر النجاح ديال عادل المذكوري؟ قال له ودي الكلام النقي، الكلام النقي والكلمة تكون محترمة والأغنية تكون محترمة باش يمكن لك تسمعها مع أمك، مع باك، مع عائلتك، مع المجتمع المدني، مع المجتمع ككل. على كل حال بغيت نقول لك السي عادل، هذه الأغنية خصها إعادة النظر، لأن حنا المجتمع ديالنا مجتمع إسلامي، حنا دولة إسلامية، وحنا بغينا الشباب يطلعوا نقيين. دابا إلا بقيت هذه الأغنية راه كتشجع الشباب على المخدرات، كتشجع الشباب على الحرف، يعني هذا راه خراب. هذه الأغنية راه كتشجع الشباب، كتشجع على الخراب. هذه الأغنية مرجوعة مليار في المية. حنا دولة إسلامية وعطى الله ما يتغنى. واش الكلمات تقاضاو؟ واش تقاضاو لك الكلمات؟ غنيتو على الرج، على البرة، على الشراب انواعه. دابا بقات لكم البوفه، دابا خصكم تغنوا على البوفه. بانت لك دابا البوفه، ما شتيش بان شنو هو هذيك البوفه ما وراء البوفه؟ شنو غيوقع لهاد الشباب؟ ما عرفتيش بان راه كتشجع الشباب على الخراب. هاد الأغنية ما استحمص، وانت براسك صرحتي قلت يا ولدي الأغنية خصها الكلام يكون نقي. واش في نظرك هذا الكلام نقي؟ واش دابا هذا الكلام هذا نقي ومحترم؟ واش هذا ممكن انت تسمعه مع عائلتك ومع امك ومع ابوك ومع اختك ومع ولادك الا عندك شي ولاد؟ دابا انت الا كان عندك وليداتك واش تغني يسمعوا باهم تيغني هذه الاغنيه ديال حبيبتي ملهوفه جيب لي البوفه، كتقول لي جيب لي البوفه، البزنه جيب لي البوفه، جيب لي الحشيشه الى اخره. انا لا علاقه لي بهذا الشعب الموسخ. وكتسميو راسكم نجوم. واش النجوميه كتكون هكا؟ واش هذه هي النجوميه بالكلام الساقط؟ الا كنتي دابا انت نجم بهذا الكلام الساقط، اش بقى ما يقولوا الفنانه المحترمين بصح؟ وقيلا هذوك دابا وقيلا ما كيعرفوش يغنوا. دابا اللي قبل منك ما شافوش الشراب، ما شافوش الحشيش، ما شافوش البوفه، ما شافوش الغابره، ما كانش كيعرفوها زعما. دابا انت عاد خلقتي دابا السي عادل ولقيتي البوفه. دابا يعني هذوك اللي كانوا قبل منك الفنانين المحترمين اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقيين حيين الله يطول في العمر ديالهم، الفنانات بصح ما كانش كيعرفوا هذا الشيء ديال الكلام ساق، ما كيعرفوش زعما، ما عرفوش. انت اللي عرفتي. دابا نتوما كيهمكم مع البوز تحقق على المشاهده، الشعب له يقرب. هاد الشباب مساكن هذا ولا المدرسه ولا. ودابا ديروا واحد القضيه الا ولات. انا رساله ديالي الداخليه، انا الرساله ديالي للدوله، للحكومه، الناس المسؤولين على هذا المجتمع.
يعيدوا النظر في هذا الكلام الساقط. بحال هادشي ما خصوش يدوز نهائيا، ما يدوزش كلام ساقط، ما خصوش يدوز وما يتسجلش، ولا تلاح في شي اليوتيوب ولا تلاح في شي قناه ولا شي حاجه مولاها يأدي واحد يعيطوا عليه ويأدي واحد الثمن، يا اما يمحيها او تكون عنده واحد العقوبه قاسيه، وتكون عقوبه ويكون فيها حتى السجن، لان هذا كيخرب البلاد. الميساج ديالي واضح، خاص المراقبه من طرف الحكومه، ماشي غير اجي وفتح اليوتيوب وغني ولوح الكلام الساقط. اذا دابا الا كان هادشي مباح، شدوا نتوما هاد البوفات يبيعوها بقى تتباع مع المواد الغذائيه. الا كانت مباح الانسان باش يغني بها ويخسر بها المجتمع، عاد تلقوها تتباع في المحلات التجاريه ديال المواد الغذائيه، حتى هي تكون بحال الحليب، بحال السكر، بحال التاي، بحال كارو، بحال صافي تلقوا اللعب. علاش؟ بحال يا كيغنيها بالعلالي وبالطيطاي والطبال، جيبوا لي البوفا صح حبيبتي كدا من الهوفا تبغي البوفا. اذا شنو بقى؟ اذا دابا البوفا راه كيبان لي ان راه مباح دابا كتباع، اذا دابا مسموح بها. الا مسموح بها نغنيو بها، نخليونا نشريوها صافي، خلوهم يشريوها في الشارع، في الكراراس، بحال الخضره صافي. يبيع الخضار، يبيع مول الحليب، يبيع مول المحلابه، يبيع مول الساكا بالعلالي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ودابا السي عادل بغيت نعرف واش ما بقاش عندك ما تقول؟ علاش مشيتي لهاد البوفا؟ واش الكلام تقاضى؟ وتقاضى لك الكلام؟ واش كيتسمى دابا تقاضى لك الكلام؟ مات لك الحوت. اذا ملي مات لك الحوت مشيتي تخربق، دابا كتخربق. واش ما كاينش الكلام؟ ما بقى لا كلام لا والو، صافي الكلام كله تسالى، الكلام المحترم تسالى. دابا خصنا نمشيو نحقوا المشاهده على ظهر الشباب، باش نضيعوا الشباب، نضيعوا المستقبل ديالهم في القرايه ديالهم. ايوا دابا البوفا خصها تبقى تباع في المدار، في ديك لي كيوسك اللي هما اونفاس مع المدارس، صافي يخرج المدرسه يمشي يشري بوفا. دابا هي هذه دابا صافي. دابا الا دابا انت وكتسمي راسك نجم، الا كنتي دابا انت نجم، اش غادي يقولوا الفنانه اللي قبل منك، فنانه اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقيين حيين، بحال نعمان الحلو الله يطول عمره، بحال عبد الواحد التطواني الله يطول عمره، بحال بالخياط الله يطول عمره، الدكالي الله يطول عمره، البشير عبدو الله يطول عمره، سعد المجرات الله يطول عمره، البوريقي الله يطول عمره، عبد العالي انوار الله يطول عمره، حاتم عمور. ويسمحوا لي بعض الفنانه كاينين الحمد لله، عندنا فنانه محترمين الا ما ذكرت سميتهم، لانني ما يمكنش نذكر سميات الفنانه كلهم، هذا واحد الفيديو ما خصنيش نطول فيه بزاف. وكان احترم الرائدين الاغنيه الشعبيه، ما عمرهم خسروا الكلام كله نديروا من قي. ستاتي انت غتكون بحال ستاتي السي عادل، غتكون بحال عبد العزيز ستاتي، الرائد الاغنيه الشعبيه المغربيه، ما عمره خسر شي كلمه في شي اغنيه ديالو، الكلام ديالو كله محترم وكيتناسب مع الواقع اللي كنعيشوه مع المجتمع. ونزيدك واحد اخر، عادل المذكور، عادل الميلودي، وكنحترم عادل الميلودي تبارك الله عليه، الكلام ديالو نقي. انت غتكون احسن من هادو، الكلام ديالو نقي والاغنيه بلاصتها وعنده جمهور عنده. واش هو دابا ما يعرفش هو هذا الكلام بحال هذا؟ دابا عادل الميلودي ما يعرفش يزوق بحال هذا الكلام هذا، يدخلوا في الاغنيه ما يعرفش.
انت اللي عرفتي زعما انت زعما قافز. واحوزار شلح، احوزار شلح، والشلوح زعما عندهم الاغلبيه داك الشيء راه بحال مباح. ورغم ذلك الكلام ديالو نقي. مع احتراماتي جميع الفنانه ديال اصحاب الاغنيه الشعبيه، كاينين بزاف، وما عمر شي واحد خرج بهذه المصيبه اللي خرجتي بها انت. دابا اللي كنصحك السي عادل مذكوري، هاد الاغنيه خصك تعاود فيها النظر، ومن الاحسن لك تمحيها، يعني تحيدها وتطلب المسامحه من الشعب، من جميع المواطنين اللي سمعوا هذه الاغنيه. طلب منهم المسامحه واعتذر، وخصك تعتذر الا بغيتي ترجع المكان ديالك اللي كنتي فيه معزز. اما دابا راك غتصبح مذلول وما غيبقى حتى واحد يسمعك. هذا اللي كينصحك مواطن مغربي حر كيبغي البلاد ديالو، وما كنبغيش الشباب يضيع. كما كنبغي وليداتنا نبغي ولاد الناس، وانت كما تبغي ولادك وبغي ولاد الناس. انت ما تبغيش ولادك يسمعوا هذه الاغنيه. انا كنظن ما نقدرش نغنيها قدام ولدك، او ربما ما عندكش، ربما الا كنت انا ما عارف واش عندك الدراري ولا ما عندكش. وكنطلب منك باش تسمح لي على هذه النصيحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.